كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، فبين أنها ذكر دعاء. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد أن تخصني بشيء. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني أثقل ما يوضع في الموازين، ما يرجح بها شيء. فيا سعدك إذا جعلها الله في ميزانك، الله يجعلها في موازين. وأكثر منها، أكثر من قول لا إله إلا الله، ولك فيها فوائد كبيرة وكثيرة وعظيمة وجليلة، ولكن أعظم فائدة إنك إذا صرت تعالج سكرات الموت ومشغول بنفسك عن الناس من حولك، وأنت اعتدت أن تقول لا إله إلا الله وتذلل بها لسانك وألفها قلبك، تسهل عليك تقول في أحرج الظروف فاجعلها صديقتك. الله يجعلها صديقتنا في كل الأحوال، اجعلها صديقتك حتى تقولها وأنت مشغول، وحتى تقولها وأنت في شدة المرض، وحتى تقولها وأنت بين النوم واليقظة لسهولتها على لسانك لأنه تعود عليها وألفها. تدري أنك لو تعودت أن تقول لا إله إلا الله بتكرار، أنك تقولها في الدقيقة الواحدة أكثر من عدد ثوانيها. كم ثواني الدقيقة؟ 60 ثانية. أنت تستطيع تقولها 100 وربما 120. كل ما كثرت من قولها كل ما سهلت عليك وزاد قولك لها في الدقيقة وفي الثانية. انتبهوا لهذا. فهي أفضل ما يقال يوم عرفة مع التلبية، مع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. نفس الشيء، لكن استكثر من هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. آية الدخول في الإسلام، علامة الدخول في الإسلام لا إله إلا الله. وآخر ما يخرج به المؤمن، يخرج به المؤمن من الدنيا، أحسن شيء هذا. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهي أثقل شيء في الميزان، وهي مفتاح الجنة، خصوصا إذا قلتها وأنت عالم بمعناها. معناها إيش؟ لا إله حق لا يستحق العبادة إلا الله، هذا معناه. وكنت عامل بمقتضاها، لا تسأل إلا الله عز وجل، لا تعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، مجتنبا متبرئا مما ينافيه أو يضاده من الشركاء لله ومن المشركين ومن شركهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. فأكثر منها، وخصوصا إذا صارت آخر كلامك في الدنيا قبل فراق روحك لجسدك، قبل الغرغرة، قلت بطمأنينة وخلاص